وعدتكم ان احنا كل حاجة هنعملها في البيت، وانا عندي وعدي النهاردة بقى بإذن الله هنعمل السندوتش اللي ولادنا كلهم بيشتروه من بره وبيكون تمنه غالي جدا. النهاردة بقى بإذن الله هنعمل سندوتش الشاورما السوري، بس الطريقة اللهم بارك جميلة جدا وبسيطة جدا. ان شاء الله تنال اعجابكم، وسموا الله وصلوا على الرسول، شجعونا كده بأجمل لايك، وتعالوا شوفوا طريقة التحضير. في البداية هيكون عندي صدر من الفرخة، وانا ما كنتش خالياه. هبدأ ان انا اشيل العظمة دي واتخلص من الجلد. وخدوا بالكم لما بنخلي الصدر بيكون سهل جدا ان احنا نخليه، الموضوع مش صعب ولا حاجة. بنيجي عند الحتة انا سبت فيها الجناح، في عظمة كده في الاخر ببدأ افصل العظمة دي وبيطلع معايا الجناح بكل سهولة. وزي ما قلتلكوا بشيل الجلد. وفي عظمة تانية بتكون كبيرة كده، بصوا بخلي حواليها وبمشي مع العظمة للآخر عشان تطلع معانا بالشكل ده. بقطعه القطع كده شرايح زي البانيه. ده بقى لو هتعمليه بانيه او هتعملي تفرميه او اي حاجة. وبعدين بقطعها شرايح بالطول كده، بس تكون رفيعة مش تخينة. هحط دول في طبق واعمل معاكم التاني. بصوا ده قطع بانيه، برجع احطهم كلهم على بعض وبقطعهم لشرايح كده بالطول. ده بيكون شكلها. دي كل الكمية، ينفع وراك عادي جدا، انا زودت كمان كان عندي وراك حطيتها. عندي بقى زبداية مج كده من الحليب، هدوب الزبداية مع الحليب كويس. ونيجي للبهارات، عبارة عن بابريكا وتوم بودرة وبصل بودرة وبهار فراخ وملح وفلفل أسمر. وهسيب فيها الفراخ شوية، هحطها في التتبيلة شوية عشان تشرب من التوابل دي وتكون حلوة، وفي نفس الوقت تطريها. في طاسة بقى وهنعمل أبسط مايونيز ممكن تعملوه. حطيت فيه مجين من المية، معلقتين من النشا، بدوبهم على البارد وبعدين برفعهم على النار. النشا طبعا بيلم بسرعة، بس سيبيه شوية كده لغاية ما يوصل للشكل ده، تحسيه كده ايه، سايب نفسه. وهسيبه يبرد. معلقتين من الزبادي، فصين من الثوم مهروس، والخليط اللي عملناه بتاع النشا سيبناه لما يبرد. حطهم في الكبة، مج صغير من الحليب ما يعادل نص كوباية من معلقة بكوباية الشاي، معلقة خل، معلقتين من الزيت. هاخد الكلام ده على الكبة وهضربهم كويس جدا. خدوا بالكم الطريقة بسيطة جدا ما فيهاش اي حاجة. لو حابين المقادير بالظبط قولولي وانا هكتبها لكم في التعليقات. طبعا هظبط الملح، احط ربع معلقة صغيرة كده من الملح مش كتير عشان هو ما بيكونش حادق، بيكون مظبوط. ده لما يبقى شكله حسيتيه خفيف بتزودي لبن، لقيتيه مظبوط معاكي بتسيبيه زي ما هو. طعمه بجد خطير. هفضيهم في طبق وهسيبهم بقى على جنب، ونروح للفراخ اللي احنا كنا سايبينها اصلا تتبل. في صينية على النار بحط فيها معلقة كبيرة من اللية او الدهنة دي، طبعا انا بسيحها وبحطها عندي في التلاجة، وعملت كده قبل كده فيديو بيها. برضو لو حابين قولولي وانا هنزله لكم في التعليقات. بعمل منها كل حاجة، لدرجة ان انا بقلي منها البيض. ما بقلبش الفراخ، النار طبعا عالية، ما بقلبهاش الا لما تحمر من تحت. بقلبها على الجنب التاني، وبعد لما تحمر من فوق ومن تحت بهدي بقى عليها النار وبغطيها بغطا واسيبها لغاية ما تستوي. والنار في الوقت ده بقى بتكون هادية جدا. بس بعد ما بتحمر بنحمرها على نار عالية، وبعدين بنهدي النار خالص وبنغطيها. طبعا مش هتاخد وقت لان هي الفراخ متقطعة صغير. في المرحلة دي بقى بالشكل ده كده هغطيها بغطا، وزي ما قلت لكم هدي عليها النار. بصوا كده استوت معايا، شربت كل المية اللي نزلتها. طبعا انا ما بزودهاش مية خالص، هي بتستوي في عرقها وبتنزل مية بتستوي فيها. وكمان السوائل اللي احنا كنا حاطينها. دي شكل الفراخ. تعالوا بقى نعمل احلى سندوتش شاورما. طيب انا لو ما عنديش فراخ دي احشي بايه؟ احشي بقى بطاطس، كبد وقوانص، المتوفر عندك. هقول لكم دلوقتي كمان هنستعمل بديل العيش السوري ايه. برضو لو مش متوفر عندك عيش سوري، عندي بطاطس وخيار مخلل وطماطم، وده العيش السوري. بقسم العيش السوري كده على
يعني باخد طرفه كده وبقسمه، وطبعا معلقة من المايونيز عشان احط عليهم بقية المكونات، شوية بقى من البطاطس ومن المخلل وشوية من الطماطم. الحشو برضو زي ما قلتلكوا اختياري، ممكن اي حاجة متوفرة عندكم تحطوها، مش شرط خالص نحط فراخ. حطيت بقى مخلل الخيار، وبعدين بمسك السندوتش كده بقفله من كل الجناب عشان ما يفكش معايا في الفرن. ده شكله. طيب انا لو ما عنديش عيش سوري بجيب العيش اللي هو الابيض، او لو حتى عندك العيش الرقيق بتاع الفرن ده، برضو اعمليه بنفس الخطوات هيديكي طعم حلو جدا. طبعا بنخلي القفل من تحت عشان الرغيف ما يفكش معانا، وهو اول ما نحطه على النار هيمسك في بعضه مش هيفك. هعمل كمان رغيف معاكم. هوزع بقى الخضار وكل حاجة كده. متنسوش بقى تدعوا لمرات اخويا كده ربنا ينجحها، عشان هي اللي قالت لي ان انا اعمل الوصفة دي، وقالت لي قولي الناس تدعي لي في الكومنتات بالنجاح. ربنا يا رب ينجحها ويوفقها ويسعدها ان شاء الله. بصوا الزيادة كلها بتنيها على جوه. في جريلا بقى حاطة فيها حاجة لا تذكر كده من الزيت، معلقة كده صغيرة، وبحط القفل زي ما قلت لكم من تحت. في الوقت ده مش هياخد تسوية خالص، هو بس يا دوب وشه كده يحمر وبنقلبه. يعني الخطوة دي هتاخد معاكي دقيقة كده، عشان بس ما تسيش عليها فالعيش يتحرق معاكي. وبخرجها بقى في طبق. ده شكله واخد تحميصة حلوة ولون حلو، بجد طعمه جميل جدا. جربوه على ضمانتي ان شاء الله هيعجبكم. هفتح لكم واحد برضو عشان تشوف شكله من جوه بيكون عامل ازاي. بصوا ده شكل الحشوة والميكس كله مع بعض بيكون جميل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم لايك وشير. اشوفكم على خير في فيديو جديد. كنت معاكم زهرة الماظ، مع السلامة.